السلام عليكم. الاقتراح ديال اليوم هي هاد الحليوه اللي كتجي لذيذه بزاف، بواحد الطعم اللي مميز، بدون زبده وبدون بيض وبدون خميره الحلويات. كتجي فتيه بزاف. كيف غادي تشوفوا القوام ديالها كيف كتجي هشيشه. وبالنسبه اللي بغى يدير لها الشكلاط يديرو، اللي ما بغاش يخليها هكاك. في كلتا الحالتين كتعطي واحد الطعم اللي رائع رائع بزاف. الا جربتوها الصراحه غادي تكون معتمده عندكم. غادي نبداو المكونات على بركه الله. بالنسبه للمكونات عندي زلافه عامره ديال الكاوكاو اللي حمرته في الفران. بالنسبه خديتها البنات 10 دراهم. عندي هنايا زلافه ما عمرش ديال السكر كلاصي، وزلافه ما عمرش ديال الزيت. بالنسبه للسكر كلاصي خديت هاد الساشيه البنات كامله، درتها كامله. قبيصه ديال الملح. كيف قلت لكم عندي زلافه عامره ديال كاوكاو اللي حمرته في الفران. البنات ما تحمروش في المقله لان المقلايه كتحرقوا فقط. الفران كيحمروا مزيان. والداخل ديال الكاوكاوا كتلقاوها اللون ديالها بني، ما كتكونش خضرا، باقا خضرا. المهم ملي كنديرها في الفران كنحمرو، كنشدو كنقشرو كنسفو، اولا كنحيد ليه داك القشره ديالو. كنطحنو في الهشوار. ما كنلكوش بزاف، كنخليه شويه مهرمش. صافي. المهم كيف قلت لكم البنات، بالنسبه عبر العنباء ديال السكر كلاصي والزيت، جوج كيسان سكر كلاصي وجوج كيسان د الزيت. انا درت بالنسبه للعبار ديال الجبانيه درت زلافه ما عامراش الزيت وزلافه ما عامراش سكر كلاصي. بالنسبة السكر كلاصي أنا ضفت هاديك الساشية كلها، كدير تقريبا 2 دراهم ونص. بالنسبة للكاوكاو أنا ضفت 10 دراهم ديال الكاوكاو، عطاتني زلافة عامرة. كيف قلت لكم كنمزج هاد المكونات، كاوكاو مع السكر كلاصي مع الزيت ومع قبيصة ديال الملح، كنمزجهم. بالنسبة للدقيق نضيفو على دفعات، ما كنضيفوش البنات دفعة واحدة. لا، ما تضيفوش دفعة واحدة، هذا هو القوام ديالو. غادي نضيف ليه واحد المعلقة ديال الدقيق هكا وإن شاء الله نجمعها. كيف قلت لكم غادي نديرها على شكل اما هلاليات اولا صبيعات، نتوما على حسب الاختيار. كيف البنات ملي كتخدموها في يديكم راها بحال العجين كطرخاء. هي كتجي مرمله. ملي كتخدموها هكا في يديكم وهي كطرخاء، ما تخافوش منها. المهم البنات يكون القوام ديالها مجموع. كنديرها على هاد الطريقة، ندهن اللاطة ديالي بالزيت وندير هكاك صبيعات صغيورين. غير الحجم اللي درتو فيه راه غيبقى فيه، غتزاد واحد شوية ماشي بزاف لأن ما فيهاش الخميرة ديال الحلويات. من بعد ما كطيب البنات ردوا معاها البال في الفران. من بعد ما كطيب كتجي على هاد اللوين ديالها، واخا انا شي وحيدات راه داز ليهم الطياب كيف كتشوفوا. المهم هذه هي الكميه اللي عطاتني البنات، لا بأس بها. قبل ما غادي نديرها في الشكلاط، كيف غادي تشوفوا كتجي هشيشه. حاولت انني نصايب معكم وحده باش تشوفوا كيفاش كتجي. صافي دابا البنات غادي نبدا ان شاء الله نديرها في الشكلاط. بالنسبه للشكلاط غادي نديرو في حمام مائي. وغادي ندير هكايا الحليوه ديالي. بالنسبه للشكلاط بيض ضفت ليه واحد شويه ديال الزيت. نضيفو في حمام مريم هكايا حتى كيذوب. كنشد الحليوه كنحطها فوق الفرشيط، وكنخفي الفرشيط الاخرى كنصيب بها. خليه حتى دوك الزوائد ديال الشكلاط حتى كيستقطروا. عاد كنديرها هكايا في شي بلاطو، حطيت فيه البلاستيكه باش يسهل علينا اننا نهزوها. حاول البنات تحيد داك الفائض ديال الشكلاط، ما تبقاش واحد الطبقه غليظه ديال الشكلاط. صافي غنبقى على هاد الطريقه حتى نكمل الكميه كلها اللي عندي. بالنسبه للتزيين ديالها بنات زينتها هنايا بالورد البلدي. كدير واحد شويه ديال الشكلاط، اولا قبل ما يجمد الشكلاط ضيفوا الورد. انا حتى جمد عاد ضفت واحد شويه ديال الشكلاط في القنت ديال الحليوه، وضفت عليه هكايا درت داك الورد البلدي. انا الورد ما عنديش الورقه كبيره. الا كانت الورقه كبيره كتعطي واحد المنظر اللي زوين. نتمنى ان شاء الله الفيديو يكون مفسر وينال الاستحسان ديالكم ويعجبكم. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.